مرحبا عليكم، وياكم حيدر الزبيدي من مدينتنا الحلوة الكاهون، ولاية كاليفورنيا. سويت لكم هذا الفيديو السريع بخصوص مجال العقارات. نريد نحكي شوية. مجال العقارات مجال واسع. أنا من الناس اللي أركز أكثر شيء على الاستثمارات بالعقارات. استثمر بولايات ثانية. ممكن الناس اللي ما تعرفني أول مرة تشوفني بالفيديو، أنا استثمر بولايات الميد ويست، ولايات الساوث، الولايات اللي بيها affordable homes، نشتري بيوت وبعدين نرممها ونبقيها بالماركت حتى تسوي لنا كاش فلو. هواي استراتيجيات أنا أعلمها بالمنصة اللي انفتحت، اسمها منصة المستثمرين العرب. اي شخص عنده الامكانيه ويقدر يحكي اللغه العربيه موجود بولايه، موجود بكل الولايات، بكل امريكا او حتى خارج امريكا. الكل مرحب به. لك انت تحكي اللغه العربيه، هذا الشيء راح يخدمك لانه سويناها باللغه العربيه. اني شخصيا اشرح لكم بها اكثر من استراتيجيه، انواع كثيره من الاستراتيجيات انا اوريدي خليتها موجوده بالمنصه، وايضا عندي استراتيجيات جديده راح اضيفها، فهي راح تكون اون جوينج. فسويناها بشيء مبسط وحلو للناس اللي إلها رغبه بالاستثمارات بمجال العقارات، إلها رغبه تصير عندهم بورتفوليو تجيب لهم كاش فلو، إلهم رغبه يطلعون تقاعد بوقت محدد. ف انا راح اكون المنتور مالتكم، اشرح لكم شرح مفصل عن كل الاستراتيجيات اللي انا اعرفها شخصيا اشتغلت بيها. بالاضافه الى هذا تدريب اسبوعي، فيديوهات موجوده، ماجلز تقدرون تتفرجوها اي وقت. المنصه اسمها نوفا فيست. اللي حاب يعرف اكثر تفاصيل على هذا الموضوع، اني يوميا ادخل لايف على التيك توك مالتي. اللايف اللي ادخله تقريبا بالسبعه، مرات 7:30 توقيت كاليفورنيا. اشرح بهاي استراتيجيات دائما في شيء مبسط حتى الناس تعرف احنا على شنو بدنا نحكي. الناس اللي راغبه تدخل من هسه راح نعطيهم شويه مثل ما نقول افضليه، لانه الناس اللي ثقت بي وعرفوني اني منه شخصيا. للناس اللي اول مره تشوف الفيديو راح يصير عندكم فرصه انه تتعرفون علي من خلال التيك توك اللي انا اشرح بيه يوميا. وبالاضافه الى هذا تقدرون تدخلون على المنصات مال السوشيال ميديا، تقدرون تعرفون اكثر تفاصيل علي. انا مستثمر وعقاري لايسنس بولايه كاليفورنيا. ايضا للناس اللي من منطقتنا الحلوه الكاهون بصوره عامه، يعني سدر كاليفورنيا خلينا نقول كلها. بالاضافه الى هذا اني اشتغل عقاري، اساعد الناس حتى تشتري بيوت. وبالاضافه الى هذا اكثر شيء للناس اللي حابه تستثمر بمجال العقارات من ناحيه يشترون بيوت فيكسر ابرز، شلون يعرفون بيها هاي فيكسر ابرز راح تكون بيها ارباح، شلون راح يعرفون هاي الصفقه راح تكون بيها فلوس وارباح اذا في حاله يعرضوها بالماركت بعد ما تترمم ويبيعوها، شلون يعرفون انه هاي الشغله راح تجيب لهم ارباح اذا يختارون بيت فيكسر ابر يراد له شويه ترميم. كل الارقام من ناحيه الكلوزنج كوست، الهولدنج كوست، الفيز اللي يدفعوها، كل هالامور هاي بعد ما يرممون البيت، هل هذا البيت راح يجيب لهم ارباح وهل هذا الشيء راح يكون جارانتي. طبعا انا اشرح لكم اياها شرح مفصل. الناس اللي لها رغبه بهذا الموضوع تريد تشتري ايضا بولايه كاليفورنيا مثلا مدينتنا الحلوه الكاهون، عندي استراتيجيه انه اجيب هواي بيوت اوف ماركت ما معروضه بالماركت حاليا. هاي البيوت اني شخصيا اتفاوض عليها حتى انزل من السعر مالتها، اجيبها بالاقل 70% تحت قيمه السوق، حتى اتاكد انه المستثمر بعد ما يترمم البيت ينعرض بالماركت يرجع ينباع راح يسوي بيه ارباح. اذا الارقام ما تجيب لهم ارباح احنا ما نتفاوض على هذا الموضوع، واصلا ارقامنا جدا فيرم. فبنتفاوض ويا صاحب العقار، راح يكون صاحب العقار محتاج مضطر يبيع بيته. ما راح نروح على ناس اصلا مترهاين وما عندهم مشكله انه البيت ينتظروا بالماركت، لكن احنا نروح على ناس اوريدي على وشك انه يخسرون البيت مالتهم. نسوي ماركتينج، هيفي ماركتينج على هذا الموضوع، نتواصل ويا هذول الناس اللي مضطرين يبيعوا البيت، مضطرين يبيعون البيت مالتهم بسبب ظروف ماليه، بسبب ظروف الحياه، او كثير امور الناس يمرون بها، مثلا تصير عليهم تاخير بدفعات المورجج، تاخير بدفعات البروبرتي تاكسز بسبب ديفورس مرات تصير، او حاله صحيه او خساره جاب، يخسرون عملهم، يخسرون وظيفتهم. اي انواع المشاكل الماليه، الفاينانشال سيتويشنز اللي الناس اللي تمر بيها، احنا
نروح على هذول الناس، نحاول نطلعهم من هذا المأزق قبل لا البنك ياخذ من عندهم البيت. فاحنا نسوي ماركتينج، نروح على هذول الناس، اني شخصيا اتفاوض وياهم، اجيب البيت تحت قيمه السوق ونسلمه للمستثمر. اذا المستثمر هو عنده كونستراكشن تيم ويرممه على مزاجه، يرممه بالطريقه اللي هو يعجبه، او اذا المستثمر يحتاج مساعده انا اقدر التزم له الموضوع من A to Z، وبعدين نكمل الهيا واعرضه بالماركت له وبيعه ويسوي بيه ارباح والكل يستفادون وتكون وين وين. نرجع مره ثانيه، اللي عنده استفسار بهالموضوع اني دائما ادخل على التيك توك لايف، اسوي لايف بالسبعة العصر بتوقيت كاليفورنيا. اغلب الناس اللي تواصلوا وياي من الايست كوست، من من الميد ويست، يتواصلون وياي تقريبا. اكو بعض الناس صاروا حتى اصدقاء مقربين لي، لان دائما يتواصلون وياي على التيك توك ويسالوني اسئله، واني مفتوح مثل الكتاب. اي واحد يريد يسالني اجاوبكم عن كل شيء انا اعرفه، ما اخبي معلومات، ما اخلي اي اسرار تكون وهميه لكم او مبهمه لكم، لكن انا اشرح لكم بالتفاصيل كل المعلومات اللي انا اعرفها. بالاضافه لهذا النتورك ويا جالتنا الحبيبه بهالولايات المتحده الامريكيه انه راح تفيدنا، واحد يتواصل ويا الثاني، يصير مجتمع حلو، نتورك حلو، نتورك للمستثمرين، نتورك للناس اللي حابه تستثمر ويصير عندهم علاقات قويه مع مستثمرين اخرين. المنصه راح تكون مو فقط تدريبيه، راح تكون شات، راح تكون نتورك، راح تكون علاقات قويه بيننا وبين المستثمرين، مو بس ايضا من ولايه كاليفورنيا، من كافه الولايات. فاللي راغب يدخل، راح تكون انت بمنصه تعتبر عائله وحده، عائله عربيه. اغلب الناس اللي تدخل راح تكون قريبين علي شخصيا، اي سؤال عندهم بخصوص الاستثمارات بالعقارات، او عندهم رغبه يستثمرون بالعقارات، او يريدون يتعلمون، اذا حتى مجرد انه تريد تتعلم وانت ما متهيئ حاليا انه تشتري بيت، راح اخليكم تتعلمون اغلب الاستراتيجيات اللي انا دخلت بيها. وبالاضافه لهذا راح يساعدكم نتورك قوي، راح تتعرفون على هوايه ناس، اصدقاء النخبه، الناس الراقين فقط اللي يدخلون بهذا المجال، الناس اللي حابه تتعلم، تريد تخلص نفسها من مستواها الاقتصادي، الوضع اللي يمرون به، مستوى المعيشه هنا صاير جدا صعب لبعض الناس، بسبب انه ظروف الحياه، الانفليشن، كل هالامور هاي اثرت على الناس على شغلها. لكن احنا هدفنا انه نسوي نتورك كبير، والجاليه كلها تدخل بمنصه واحده، يصير عندنا جروب خاص للمستثمرين، يصير عندنا جروب خاص انه واحد يساعد الثاني، نساعد بعضنا، نقدم خدمه بكل المجالات اللي تخص الاستثمارات للناس، بحيث نخليهم يوقفون على رجليهم ومن البدايه من الصفر، اعلمهم اياه خطوه خطوه. فراح اسوي لكم فيديوهات جديده بخصوص الموضوع، واللي حابب يستفسر عن هذا الموضوع تقدرون تتواصلون معي مباشره على الخاص، واني اجاوبكم عن كل شيء. شكرا جزيلا.